الأخبار؟ وحشتوني جدًا، جدًا من الفيديو اللي فات، وأخيرًا بقى رجعت لكم فيديو جديد. ولو أنت أول مرة تشوف قناتي ما تنسيش كده اللايك الحلو اللي زيك يا أمرايا، والاشتراك في القناة علشان كل حاجة بانزلها إن شاء الله توصل لكم أول بأول. وبرضه لو بتشوفوا الفيديو دوّة على بيج الفيسبوك ما تنسوش المتابعة علشان يوصل لكم كل جديد. ويالّا بقى ويالّا بينا بقى نشوف العظمة دي عملناها إزاي، خليكم معايا. في البداية كده كل سنة وانتم طيبين، خلاص رمضان على الأبواب، ولمّا نعمل بقى كده الباتيه أو المعجنات في البيت بُصّوا يعني بتفيدنا جدًا، جدًا، سواء لينا بقى في وقت الأزمات أو إن إحنا مش فاضيين نعمل أكل أو نعمل فطار أو نعمل عشا حتى وما لناش نِفْس لأي حاجة. فبالتالي إيه، بيكون دي حاجة سريعة مع كوباية الشاي بقى الإيه السخنة في الجو التلج البرد اللي إحنا فيه ده. أو لو عندِك بيبيهات أطفال وأنتِ مشغولة وصايمة بقى في الأيام الجاية ديّة، فحاجة يعني تسعفهم كده وتسليهم وتسد جوعهم لحد ما أنتِ إيه، يعني تعملي الأكل تخلّصي اللي وراكِ. فدي حاجة كويسة جدًا، جدًا ومغذية ومشبعة أوي للأطفال. فيالّا بينا نشوف عملنا الإيه العظمة دي إزاي، خليكم معايا. بُصّوا أول حاجة جبت بولة كده حطيت فيها نُص كيلو دقيق، أو على حسب بقى أنتِ عاوزة نُص كيلو، كيلو، فأنا حطيت النُص كيلو دقيق، وحطيت عليه الخميرة زي ما أنتم شفتوا، وكمان 5 معالق سكر، وحطيت بقى إيه يعني شوية زيت على نُص كوباية سمنة بلدي مع ذرة ملح. وبُصّوا عجنت كده العجينة بافضل إيه أعجن فيها لحد ما تبقى يعني طرية معايا، وفي نفس الوقت مش لازقة في إيديّا خالص. وأفضل بقى كده إيه يعني لو احتاجت دقيقة أحط، لو احتاجت مثلًا سِنّة مَيّة ماشي، احتاجت سِنّة زيت برضه ماشي، وبالمّها بالطريقة دي وبتكون بالشكل اللي أنتم شفتوه دوّة. ولازمًا إيه تبقى يعني ملمسها أو العجينة تكون بالطريقة دي كده، تكون إن هي إيه طرية معايا في نفس الوقت مش بتلزق خالص في الإيد. وباغطيها كده باسترتش زي ما أنتم شفتوا، وسهلة جدًا، جدًا، ما بتاخدش وقت خالص، واسيبها تختمر. وبعد كده بقى بعد ما بتختمر بُصّوا اختمرت وبقى شكلها عامل إزاي، وما بتلزقش خالص في إيديّا وطرية جدًا، جدًا، ملبن، ملبن. وبامسكها كده أقطعها إيه قطع صغيرة كلها كده إيه دواير كده صغيرة، واحطها إيه على مفرش السيليكون بتاع العجين ده. وانا عندي إيه كور مثلا انا قطعتها اسيبها ايه تختمر كده وتاخد وقتها، واخد من اول واحده انا حطيتها واجيب النشابه بتاعتي، وافضل بقى حاطه الكوره اللي انا ايه كورتها ديت، وافضل ايه اعملها بالنشابه رايح جاي وافردها خالص، واجيب سكينه صغيره بقى كده ايه عشان تسهل معايا، وافضل بقى ايه اقطعها يعني ممكن مثلا ل3 ل4 على حسب العجينه عملت معايا يعني الرغيف عامل ازاي، فاهمين قصدي. وبعد كده بقى إيه باحط مثلًا فيها أي حشو أنا عاوزاه، جبنة، نوتيلا، شوكولاتة، مثلًا جبنة رومي أو لحوم، أو إن أنا أسيبها فاضية خالص ما فيهاش أي حاجة، برضه بتقضي الغرض وتبقى جميلة ومشبعة وحلوة وقت الأزمات. وبُصّوا أنتِ مش هتستغني عنها خالص، هتعمليها مرة والله مش هتبطلي تعمليها خالص، جميلة جدًا، جدًا، جدًا. بصوا بعمل كده بالنشابة، وافضل بقى ايه يعني افردها خالص خالص خالص، واقطعها بالسكينة زي ما انا قلت لكم. وهتشوفوا بقى ايه بعد ما بقطعها بعملها ازاي بجد، يعني اللهم بارك. نص كيلو او الكيلو اللي انا بعمله ده بيعمل لي كمية كبيرة جدا جدا جدا، بتقعد معايا مثلا اسبوع، او لو احنا ما كناش منها يعني كتير، او ممكن 3 4 ايام. وبجد الاطفال بيحبوها، ولادك هيحبوها، وانت كمان يعني هتساعدك وقت الايه الوقت اللي انت مش فاضيه فيه. بصوا قطعتها كده ل3، وبحط بقى ايه الجبنه ايه بتاعتي زي ما انا وريتكم كده، قطعه بس بسيطه، لان الجبنه بصوا بتخرج من الجوانب، او ان هي ايه بتكون كتير بيبقى طعمها مش حلو. بس خلي ايه الجبنه ايه قليله، واقفلي الجوانب كويس عشان ما تخرجش ايه وقت السوا عشان بتسيح. ورف... وتلفيها رول كده ايه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بصوا وجبت بقى ايه الصواني بتاعتي بقى بتاعت الفرن والصواني التانية، وبدهن كده ايه الصينية بالسبونشة بتاعت الايه الزيت وكده. وايه رأيكم بصوا الشكل، وكله هعمله بنفس الطريقة، وهوريكم بقى ايه النتيجة النهائية في الاخر، وازاي بقى بحط على وشها بقى ايه حبة البركة، وازاي تطلع بلون ذهبي كده وجميل. ايه خليكم معايا وركزوا في الفيديو وان شاء الله هتستفادوا، علشان تاخدوا كل التريكات، ما تتفرجيش على حتة وتسيبي حتة، علشان تستفادي وتعمليه ويطلع معاكي ناجح وكويس جدا جدا من اول مرة. ايه رأيكم بقى بعد ما عملت ايه الرول معاكم؟ بصوا ادي كل الكمية اللي انا عملتها، اللهم بارك. نص كيلو دقيق عمل كمية قد ايه؟ شايفين الكمية؟ ايه رأيكم؟
بجد بيعمل كمية رهيبة ومشبعة جدا جدا جدا، وطعم بقى ما مش قادرة اقول لكم الطعم عامل ازاي. وكل اللي يشوفه ويدوقه مش هيصدق ابدا اللي انت عاملاه في البيت خالص يعني. ايه رأيكم؟ بصوا كام صينية انا عملتها، وفرت كتير. وهنا كان حبة البركة كنت غسلاها كويس جدا وحطيت عليها سنة مية علشان تلزق معايا. وحطيت كده على الباتيه بتاعي اللي انا عملته بقى، تسميه باتيه، تسميه كرواسون، تسميه بصي قرص، تسميه اللي انت تسميه، اهم حاجه ان هي حاجه جميله جدا جدا. والطعم حكايه ولذيذه، واحسن من الافران اللي بره، وارخص واوفر واطعم وانضف. وبصي يعني خير وبركه في البيت يعني ملهاش حدود. وكده يلا ابهري زوجك في البيت وعارفه ان هو يعني مش مفيش زيك اتنين يعني. خد كده ايه يعني كنز العالم، كنز الدنيا، اللي هو بص ما فيش منك اتنين فعلا. بتوفري له منك بصي بقى ايه زوجة، ومنك ام، ومنك مدرسة، ومنك طباخة، ومنك شيف، ومنك بصي كل حاجة يعني. اكتر من 7 في 1 يعني، لك مميزات كتيرة جدا جدا. وايه رأيكم بقى بعد ما استوى؟ شفتوا اللون كله لازم أن يكون دهبي كده. وتشغلي الفرن على 180 درجة، وتشغلي تحت الاول وبعدين تدي وش فوق، لان ما تشغليش الاتنين مع بعض هتحرق منك خالص، ما بياخدش وقت نهائي في السوا يا بنات. تشغلي تحت الاول، واول كده ما ياخد لون دهبي من تحت شغلي الشوايه من فوق على يعني بص اقل من 5 دقايق هتلاقيه خد اللون الحلو اللي معاكي ده، اللون ذهبي. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في العظمة اللي عملناها سوا؟ بجد تحفة تحفة تحفة. جربوه مش هتبطلوا تعملوه خالص. وده بقى هينفعكم في اللانش بوكس في المدارس، لو انتوا بقى ايه ولادكم في المدرسة وكده، ومع كوبايتين شاي، فطار الصبح عشاء بالليل. مثلا تديهم في اللانش بوكس بتاع ابنك بنوتك، وهم رايحين مدرسة، هم حتى رايحين درس، يتسلوا كده وهم قاعدين عقبال ما تعملي الاكل بتاعك. فايه رأيكم؟ وده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم وعجبكم. ولو حابين بقى فيديوهات زي كده كتير سيبولي في الكومنتات، وهنعمل كل المعجنات اللي تخطر على بالكم وتحبوها. وانتظروا فيديو جديد. سلام.